فيها 4000 جنيه. 4000 جنيه كانت اول حفله؟ اه ده انتوا غاليين قوي. لا ده ولا حاجة. دلوقتي تاخد 4000 جنيه. انا وانا داخل على طمع عليه يا عم. أول حفلة كانت ب4. كان ب 4000 اه. جنيه. طب دلوقتي؟ دلوقتي بقى مع قناة شعبيات على أصل دور. ان شاء الله اتنين منتجين من الاسماء الكبيره بامر الله عاملين علينا التحدي ان هم عايزين ياخدوا الاوديو ده. عايزين ناخد اسم واحد من الاسماء الكبيره ده عشان نعمل عليه. ما بس ان شاء الله لما نلتزم معاه ان شاء الله ان هو الموضوع يعني لسه هو المهرجان حد عايز يعني شركتين انتاج كبار عايزين ياخدوه. انا لسه بنحدد الاول مين الاتقل وبنشوف هيتحطوا فين بالظبط عشان نعرف نقرر ان شاء الله. في اول مهرجان مش عايزين احنا بس كل الفكره انا عايز اعوض الصوره اللي هم ظهروا بيها الناس انتقدتهم عليها، فعايز احطهم ان شاء الله في اي ظهور فيما بعد في المكان الصح والكويس عشان نعلى مستوى باذن الله. في ادوار ونطلع كتيرة، من في حاجات حتة كتيرة النقد. اتعرضت عليهم ورفضنا، وافلام كتيرة اتعرضت، بس احنا عايزين الصح. يعني استاذ زي ما استاذ حمو بيقول كده، شركتين كبار كلموا ان شاء الله خير. بس الشركتين دول عارفين الاغنيه ولا عايزينهم معاهم؟ الاغنيه وهم يغنوها في وسط المطربين بتوعهم الكبار اللي هم اصلا ماضيين معاهم واوريدي بيشتغلوا معاهم يعني، وانت عارف طبعا مين، بس مش عايز اقعد اغنيه في وسط فيلم. ماشي.